أصدقائي المتابعين، أهلا بكم في قناة أفكار. معانا النهاردة الجاكيت ده زي ما انتم شايفين كده، جيوبه مفكوكة تمام، والبطانة بتاعته عايزة تتغير. فهنعمل فيه ايه؟ هنعوز نفك البطانة دي، نطلعها خالص تمام، ونقص عليها نفس المقاسات بتاعتها، وبعد كده نرجع نلبسها للجاكيت تاني. يعني يعتبر هنحيي الجاكيت من اول وجديد باللي احنا هنعمله. فانتوا تابعوا معايا خطوة بخطوة، لان الموضوع سهل وبسيط جدا بالنسبة لأي حد عنده جاكيت زي كده. لو تابعنا هيقدر ان هو يقدر يحل الموضوع بتاعه او يعمل الحاجة دي بنفسه، مش صعبة. تمام كده، يلا تابعوا معايا. هنفك البطانة دي ونرجع لكم. هنا احنا كده فكينا البطانة من الجاكيت اهو بقى حر تمام، وطلعنا البطانة زي ما انتوا شايفين كده اهي. فكيناها، ادي الظهر لوحده وادي الكم تمام، وادي وهنطلع فردة الصدر. ادي فردة الصدر. ليه بقى؟ عشان نطلع على نفس المقاسات دي بالظبط، ما يحصلش فيه اي اختلاف، علشان لما نيجي نلبسها في الجاكيت ما يبقاش في حاجه جايه معانا زياده. خلاص، تابعوا معايا بقى كده. كده انا رسمت الظهر اهو، خلاص على قد الظهر بالظبط، ونشيله. وهنا الكمام نفس الطريقه، بقى عندنا قد الظهر وادي الكم، خلاص على نفس المقاس بالظبط. طلع دول وبعد كده قص الصدر. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا، مفيهوش اي مشكله. ده كده الظهر اهو، خلاص على نفس مقاس الظهر الاولاني. هنيجي هنا للكم. خلاص كده الكم وادي الظهر، ناقص بقى ايه؟ ناقص الصدر. تمام كده. ادي الصدر. اهم حاجه ان يطلع المقاس قد المقاس بالظبط، عشان في تلبيس البيطون للجاكيت ما يبقاش ايه في زيادات.
طبعا هنا انا بسيب ايه، بسيب الواحد سنتي اللي هو متني مش مفروض. ادي كده الصدر اهو. خلاص هقفل بقى البطانه وارجع لكم تاني. اهو هنا كده احنا قفلنا البطانه اهي. خلاص طبعا هنا الكتف اهو، بصوا النقصان بتاع الكتف ده، هنا الصدر صغير والظهر كبير. ليه؟ الفرق ده بتاع المصرة اللي هتركب في الصدر. لما اركب المصرة وانا بركب هتبص تلاقي المصرة دي كملت معايا الحتة بتاعت الظهر دي. تمام كده بقى انا ايه، خلصت البطانة اهي اتقفلت. هلبس بقى البطانة للجاكيت. يا جماعة لبسنا البطانة تمام كده. بصوا بقى البطانة لبست في الجاكيت اهي. طبعا هنا في الاول عشان بس اختصارا للوقت لفيت خدت المصرة الاول عشان اكمل الكتف بتاع الظهر. تمام كده عملتها من الجنب ده والجنب ده، وبعد كده برجع بقى الف البطانة بالشكل ده، ثبت بقى على الياقة. خلاص وارجع هنا الف البطانة داير ما يدور واخش على الديل اثبته، وارجع هنا اثبتها في الكم. خلاص كده كده البطانة اهي ركبت في الجاكيت. خلاص هنقلب الجاكيت دلوقتي بالشكل ده. اهو طبعا بعد ما عملنا ايه اي حاجه مفكوكه في الجاكيت من بره قبل ما نلبس البطانه، وهقلب كده بالشكل ده اهو اهو اهو. تمام كده بقى احنا غيرنا ايه، غيرنا البطانه بتاعت الجاكيت وحيناه من اول وجديد اهو يا جماعه. بتاعت البطانه اهي وادي الجاكيت ايه رجع زي ما كان. تمام كده ادي كده احنا غيرنا ايه، غيرنا البطانه اهي، حطينا التيكت بتاع البطانه الاولانيه عشان ما يبانش في حاجه اتغيرت، لان اهم حاجه في الشغل ده ان مفيش حاجه تبان انها اتصلحت او اتغيرت او اتعمل فيها حاجه. دي اهم حاجه في شغلانتنا، ان انت تعمل الشيء ما يبانش ان دخل فيه حاجه تانية او اتغير في حاجه او. خلاص كده ادي البطانه اهي وادي الحاجه والجاكيت اهو رجع زي ما كان. يا ريت لو قدرت افيدكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويا ريت يا جماعه اي حد عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات واحنا تحت امره. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه. مع تحيات اخوكم نبيل سامي.